هذه هي كريمة الليمون بدون ملون وبدون عطر الليمون، سهلة مهلة واقتصادية بمكونات موجودة في كل بيت، نخدم بها في كاع انواع الحلويات. لي تغتولات غير سجليها عندك على بالي تسحقيها، نعمر بها لي تغتولات صراحة تجي علامة. في كسرنا هذه جبتها لعجوزتي ربي يحفظها ويشفيها، دعو لها كامل بالشفاء. درت فيها شويه تاع مبشور الليمون لتعزيز النكهه والمذاق، كاس الا ربع سكر عادي، من بعد عصرت حبه ليمون كامله والباقي تاع الكاس عمرته ماء وضفتها للسكر، نخلطهم بارد في بارد حتى تشوفوا السكر تاعكم داب تماما. هنا ضيفوا 2 حبات بيض اذا كان متوفر عندكم الميزينه ونشاء ذره، اذا كان غير متوفر عندكم النشا ضيفوا فقط حبه بيض، يعني ديروا 3 حبات بيض. وفي الاخير نضيفوا مغرف تاع نشا ونخلط بارد في بارد، من بعد نحطهم على نار متوسطه ونستمر في التحريك. اذا هنا ناكد لكم اللي هذه الكريمه تجي ناجحه وبنينه بزاف، وثاني اللي ما عندهاش الميزينه تعوض بحبه بيض كما قلت لكم راح تتحصل على نفس النتيجه. وما تخافوش مش راح يجي فيها رائحه البيض لانه فيها مبشور الليمون وعصير الليمون بزاف، وتقدروا ثاني تضيفوا ملعقه صغيره لافاني، وهيك راح تتفادوا كامل رائحه البيض. اذا تبقاو تحركوا ما تحبسوش حتى دير هذيك الرغوه البيضاء، من بعد يبدا الخليط تاعكم يتقل غير بشويه بشويه معاكم ويتغير. لاحظوا هنا اللون راح يجيكم اصفر بدون اي ملون او اضافات اخرى كما راكم تشوفوا. هذا القوام اللي تحصلت عليه في البدايه، من بعد نطفي على النار ونضيف ملعقه صغيره معمره تاع زبده او مارغرين، وفي الاخير راح تذوب بكل سهوله لانه الخليط ساخن، وراح تخفف قوام الكريمه، وثاني راح تمد واحد اللون والطعم رائع للخليط. من بعد خلطوا مليح والكريمه تاعنا راه واجده سهله مهله وتوجد ليه وتجي على ما شاء الله. نتمنى تجربوا الوصفه وتخلوا لي رايكم في التعليقات.